السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم. كنت عايزة أبدأ النهاردة الفيديو برسالة لأخت غالية من الأخوات بعتت لي تعليق على فيديو من الفيديوهات. بتقول إن هي بتستغفر ربنا كتير جدا، بس للأسف هي عندها مشاكل في بيتها مع زوجها ومع أولادها. بصي حبيبتي، أنا عايزة أقولك يا ريت تسمعيني كويس. الرد ده مش ليكي لوحدك، ده ليا ولغيري ولكل حد بيستغفر وبيحس ان الدنيا صعبه من حواليه. اوقات كتير جدا لما بنبدا نقرب من ربنا، اول حاجه بتحصل في مشاكل ممكن تحسي انها بدات تزيد شويه. ده مش لان انت بتستغفري او لان الاستغفار مش نافع، لا والله، ده لانه نافع جدا، لدرجه ان ربنا بيبدا يطهرنا من حاجات كانت مستخبيه، حاجات مش واخدين بالنا منها. عارفه يعني ايه؟ يعني جرح كده كان جوه القلب وملفوف، فالاستغفار بقى بيجي يدخل يشيله. بس قبل بقى ما يشيل اللي جواه ويشفيه لازم يفتحه، فلازم يوجع شوية. فلو المشاكل زادت ما تقوليش ده سبب الاستغفار، لا، قولي دي رحلة تغيير، ده ربنا بينظفني من جوه، مرحلة انتقال. يعني كل اللي بيحصل دلوقتي مهما كان صعب هو جزء من العلاج. بدل ما تقولي اللي بيحصل ده، قولي يا رب كمل معايا، يا رب ما تسيبنيش. قولي يا رب انا محتاجه افهم بس مش هقف، مش هسيبك يا رب، وهكمل كل الاستغفار حتى وانا ببكي. هفضل اقول استغفر الله حتى لو مش شايفه اي حاجه بتتغير قدامي. خليني اقولك ان في علامات لو بدات تظهر عليكي بعد الاستغفار لازم تعرفي ان انت ماشيه في السكه الصحيحه، بس اياكي ان انت تقفي. هقولك دلوقتي على اخطر علامات لو حصلوا معاكي مهما حصل اياكي تسيبي الاستغفار. اول علامه ان المشاكل هتزيد شويه، مش ممكن تحسي ان كل حاجه بدات تبص من حواليكي، او ان في ضغط عليكي من اتجاهات معينه. عارفه ده معناه ايه؟ معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بينظفك، زي ما تكوني كده بتنظفي اوضه متسابه بقالها سنين. لما بتيجي بتكنسي كده التراب اللي فيها، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتحصل الدنيا بتتملي غبار وعفار، صح؟ بس في الاخر ايه اللي بيحصل؟ الاوضه بتنضف، صح الكلام ولا لا؟ ممكن كمان تحسي بخنقة من غير سبب، او تحسي بهم ملازم قلبك، تقولي لنفسك ده انا بقرب من ربنا، امال ايه اللي بيحصل لي ده؟ خلي بالك، دي علامة من علامات التغيير الحقيقي. ربنا هيبدأ يبدل قلبك، النفس بقى هتبدأ تقاوم، بس دي لحظة انتقال، لحظة عبور. لو عديتيها هتوصلي للراحة عمرك ما كنتي تحلمي بيها ولا تخطر على بالك. في ناس فجأة هتلاقي أصحاب بقالهم سنين جدا بيبعدوا عنهم، علاقات كانت غالية قوي بدأت تتفكك، تقولك انا كنت بستغفر ربنا عشان يجمعني بالناس الكويسة مش عشان يبعدوا عني. بس الحقيقة ان ربنا بيشيل من حياتنا كل حد ممكن يعطلنا او يأذينا او يكون سبب في بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. فلو لقيتي ناس بتبعد قولي يا رب بدلني بيهم خير. بعد شوية ممكن تلاقي نفسك بتقومي بقى تبدأي تصلي قيام ليل، نفسك تقعدي تقرأي في المصحف حتى لو انت في آيات مش فاهماها. هتحسي انك انت عايزة تبكي على ذنب من غير ما حد يضغط عليكي. على فكرة دي نعمة كبيرة قوي، محدش يعرف قيمتها غير اللي دقها. اوعي تقولي ايه اللي جرالي، دي مش لحظات ضعف، دي لحظات فتح واستجابة من ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي هيناديكي. فما تقفليش سمعك ولا قلبك. في ساعات برضو ممكن تلاقي الذكريات المؤلمة بدأت تطلع لك كده، حاجات كنت ناسياها بس بترجع لك فجأة. دي مش صدفة، ده قلبك بيطهر، ربنا بيخلي الوجع يطلع عشان يطلع معاه السواد. دي لحظة شفاء يا جماعة، حاجات كده بتبقى في العقل الباطن بتبدأ بقى ان احنا نسترجعها. ممكن تلاقي احلامك اتغيرت، بقيتي بتحلمي باحلام غريبة او كتيرة، او بتحسي ان انتي احلامك فيها حاجه بتقولك حاجه. اوعي تتخضي، ده طبيعي جدا، لما القلب يبتدي يشتغل الروح بتبدا تفوق. ربنا ساعات ممكن يكلمنا يا جماعه برسائل احنا مش واخدين بالنا منها. هتبداي تدعي بس هتحسي ان مفيش حاجه بتحصل، تقولي معقول ده؟ انا بدعي من قلبي. اسمعيني، الدعاء ساعات بيتاخر عشان لما يجيلك بيجيلك كامل، احسن مما كنت متخيله. ممكن ربنا يكون بيختبر صدقك، يشوف هل فعلا انت هتفضلي تستغفري ولا هتزهقي وتمشي. ان الله لا يمل حتى تمل. ممكن تلاقي الذنوب اللي كنت بتحاولي تبعدي عنها رجعت تاني، تحسي ان انت بتضعفي اكتر. خدي بالك، ده الشيطان، لانه طبعا مش هيسيبك، هو حاسس بقى ان انت بداتي تفلتي من ايده، فهو هيحاول يرجعك وهيزود عليك الضغط. فكل ما تغلطي ارجعي بسرعه، استغفري وطوبي وما تخليش الذنب يكسرك، خلي الذنب يرفعك. ساعات كمان ممكن تحسي ان انت عايزه تنعزلي عن الناس، هتبقي مش طايقه حد يكلمك. ده بقى القلب اللي كان عايش في دوشه بدأ يسمع نفسه، بدأ يسمع صوت ربنا سبحانه وتعالى جواه. فكل ما تحسي ان انت محتاجه اختلي مع ربنا، بس خدي معاكي وردك، خدي معاكي استغفارك، خدي اسم من اسماء الله في قلبك.
كل دي علامات يا جماعه لو ظهرت اوعي تخافي، ده مش دليل ان انت ماشيه غلط، لا ده دليل ان انت ماشيه في الطريق الصح، دليل انك في طريق التغيير الحقيقي، طريق التغيير اللي مفروش ورد ونهايته ان شاء الله جنه في الدنيا وفي الاخره. بقولك النهارده من قلبي مهما حصل ومهما اتقلبت الدنيا، لو كنت من اهل الاستغفار اوعي توقفي، لان انت لو سبتيه بعد ما بداتي وشفتي العلامات دي للاسف هتضيعي، وهتضيعي من ايدك كنوز كتيره ربنا كان بيجهزك ليها. السلام عليكم ورحمه الله.